الحمد لله. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر وأخطأ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكلامه، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من حرها وعذابها. تكلمنا في الخطبة السابقة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا أنه أمر يخص كل مسلم، فالأمر بالمعروف ليس من اختصاص المشايخ ولا الدعاة ولا العلماء فقط، بل على كل مسلم أن يأمر بالمعروف قدر ما يعلم، وأن ينهى عن المنكر قدر ما يعلم، لا أن نجد الأمور تسير بخلاف ما قال الله وما قال رسول الله، وكلنا صامت ينتظر الشيخ أو العالم أو غيره أو الداعية. وفي سبيل كلامنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتكلم عن أحد نعم الله علينا التي فيها كثير من الأمر بالمعروف وكثير من النهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في الآية التي نعرفها كلنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من نعم الله علينا اللبس، وهذه نعمة أنعم الله بها على البشر، فهي كما أنها نعمة فلها استخدامات ولها أمور نؤمر بها في اللبس وأمور نهينا عنها في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إذن هذه الملابس التي نلبسها هي نعمة من نعم الله علينا. فنحن نرى أعزكم الله الحيوانات كل منها هذا ذا ريش، هذا ذا فر، وهذا كذا هذا كذا. أما البشر فأنزلهم الله بالعقل وألهمهم وعلمهم كيف يصنعون ملابس. هذه الملابس لها ضوابط. أولا هي نعمة لها شكر، تشكر الله تعالى على نعمة أنك تلبس، وكلما لبست أفضل تشكر الله أكثر. فهذه أيضا من النعم التي ننساها. لماذا ننساها؟ لأنها موجودة. ما أنا بتولد أبويا وأمي بيجيبوا لي لبس، بكبر شوية بيجيبوا لي تاني،
بكبر واشيل مسؤولية، أنا بجيب، ولادي بيجوا بجيب لهم، مراتي بجيب لها، إخواتي أبويا بيجيب لهم، فأصبحت موجودة بديهيات كده كده في لبس. يبقى نشكر الله عليه ولا ننساه؟ الصحيح أن نشكر الله عليه، أما الذي يحدث فهو أننا ننساه إلا من رحم ربي. فهذه نعمة تقينا الحر، نعمة تقينا البرد، نعمة تسترنا، وهذا من أهم مقاصدها، هذا من أهم المقاصد. هذا اللبس يقينا الحر، يقينا حرارة الشمس، هذا اللبس يقينا برودة الشتاء، هذا اللبس يسترنا. هو نعمة ولها أيضا كما قلنا أمر ونهي، لها ضوابط، لها أمور يجب أن يعرفها المؤمن الحق. كما أنه نشدد أيضا كما قلنا سابقا عندما تكلمنا عن المساجد أن المساجد لها لبسها ولها تزينها. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قلنا في خطبة المساجد ما جيش المسجد بإيه؟ بأي لبس. هو جائز ولا مش جائز؟ جائز مبدئيا، عشان ما نقولش ده احنا بنحرم لبس معين في المسجد، لا، أي لبس في المسجد طالما يستر العورة بإذن الله جائز. ولكن ما جيش بحاجة ريحتها وحشة وحاجة مقطعة وحاجة موسخة وحاجة ونيجي في الأفراح نتشيك، ونيجي في الاجتماعات نتأنق، ونيجي في المناسبات نفعل ونفعل، ونيجي في المسجد نروح بأي حاجة ما هو جائز. صح؟ لا، انت بتيجي المسجد على أتم هيئة قدر ما تستطيع. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة دي مش اللبس، ما كلنا بنلبس، لا، بتتزين للمسجد، بتتشيك للمسجد. ليه؟ لأنك جاي بيت الله سبحانه وتعالى، لأنك جاي تقف بين يدي الله، فماذا تفعل؟ تلبس أحسن الثياب. طب ده هيفرق لو الصلاة بايظة؟ لا، مش هيفرق، عشان برضو بنشدد أن الأمر جائز، ولكن زي ما بنعمل أو زي ما بنعامل البشر مع الفارق نعامل الله سبحانه وتعالى. ما بنقولش إن اللي لابس حلو صلاته تقبل واللي لابس نص، لا، ولكن في الأمر توقير. لما بتيجي تزور صاحبك تروح بأي تيشيرت قدامك. طب لما تيجي رايح تتقدم تلبس حاجة فخمة، لما تيجي رايح شغل حاجة كذا وكذا. ليه؟ لكل مقام مقال، لكل مكان لبس، شياكة معينة. كذلك المسجد، أنت الآن في بيت الله، وحدوا الله، أنت في بيت الله وجئت لتقف بين يدي الله، ماذا تلبس؟ بالله عليك ماذا تلبس؟ كيف تتزين؟ يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمسجد له زينة وله تأنق، لأنك أتيت إلى بيت الله لتقيم فريضة الله العظمى. أما اللبس الذي قلنا أنه من نعم الله علينا، قلنا أن له ضوابط وشروط. من أهم هذه الضوابط، وهذه الأمور ليست على الترتيب، من أهم هذه الضوابط إن هي تكون لبس يليق بالمسلم. بمعنى إنهم في أمريكا بيلبسوا كذا، في فرنسا بيلبسوا كذا، في الدولة الفلانية الثالثة والرابعة والعشرة بيلبسوا كذا. هذا اللبس ربما لا يليق بنا، فمش أي حاجة جاية من بره حلوة، مش أي حاجة بنلبسها. يا عم ده جماعة متقدمين يبقوا فاهمين، لا، المسلم له لبسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. انت تحب تكون مع مين؟ ما هو اللبس ده يحدد. يا عم الشيخ، هو مش التقوى ها هنا، يعني مش الإيمان هنا بس. ما هو الإيمان اللي هنا يطلع بره. زي ما قلنا عن الصلاة، يقول لك أنا قلب أبيض وكويس بس أنا ما بصليش. إزاي؟ أنا مؤمن حق الإيمان وموحد وأعرف الله حق المعرفة، ده نعرف ربنا أكتر من الناس اللي بتصلي في الجامع وهو ما بيصليش خالص. إزاي؟ لو عرفت الله لظهر. تعرف الله حق المعرفة تصلي.
تعرف الله حق المعرفة، تفعل ما أمر الله وتنتهي عما نهى الله. وحدوا الله. فاللبس من ضوابطه أن يكون لبسا يليق بمسلم. إنما تجده في فترة من الفترات كل الشباب يلبسون تيشيرت وبنطلون عليه علم الدولة الفلانية وشعار المنظمة العلانية اللي ده فيه صليب، ودول بيدعوا إلى الشذوذ، ودول بيدعوا إلى مش عارف إيه، وهو يلبسه عشان إيه؟ عشان موضة بس. هل هذا من الدين؟ والله ليس من الدين. يلبس فانلة كورة، يا فانلة الكورة حرام؟ لا مش حرام، بس هو بيشجع الفريق الفلاني اللي في الدولة الأوروبية أو الفلانية، الفريق ده علمه فيه صليب واضح وصريح، صليب، ونعرف أنه صليب وهو يعرف أنه صليب، وكل من يراه يعرف أنه صليب، ويلبسه. تكلمه يقول لك إيه؟ وأنا عبدته؟ وإحنا أنت شايفني بعبده؟ وهذا الكلام كنا نقوله، والله كنا نقوله. الصليب ده على علم، أنا مالي؟ أنا لابس الفانيلا بس. هل هم بره بيلبسوا حاجة عليها الله؟ هل هم بره بيلبسوا حاجة إسلامية؟ كلا. لماذا؟ لأنهم يعتزون إما بدينهم وإما بثقافتهم وإما بأي شيء عندهم. أما نحن فمنبطحين إلا من رحم ربي. لا يجوز، لا يجوز ماذا؟ لبس هذا الصليب. ما ينفعش. إزاي؟ أنت مسلم، أنت مسلم تنقض هذه الأشياء. لو اشتريت بيت ولقيت مرسوم فيه صليب أنت تنقض هذا الصليب، ما تقولش ده موجود. يلبس فانلة معينة وعليها إيه؟ بوذا، اللي هو بالنسبة للناس الإله والعياذ بالله، ويقول لك أنا مالي؟ وأنا فيها مشكلة؟ فيها مشكلة. أنت مسلم، أنت مسلم. ماذا تفعل؟ تعظم شعائر الله، وكذلك تعظم حرمات الله. كيف تعظم حرمات الله؟ باجتنابها، بالابتعاد عنها، بعدم القرب منها، بعدم المساس بها. فاللبس يجب أن يكون على قدر ما أنت مسلم، فاللبس يكون إيه؟ مسلم ببساطة. وهم في الخارج يعتزون بذلك. ما ينفعش الفريق ده يعمل علمه بدون صليب. ليه؟ هو معتز بذلك. أنت كذلك. طب إحنا ملناش علامة، لأنك مسلم تلبس ما يوافقك، تلبس ما يوافق دينك، تلبس كذلك ما يناسب دينك. إزاي؟ لما نلاقي نص الشباب إلا من رحم ربي أو زيادة كله ماشي بالاشراط، كله ماشي بالشرط. طبعا نراهم، هذا ليس أمرا يحدث في الدولة التي بعدنا ب5 دول، فاحنا جايين بنقوله هنا. هذا في بلادنا، في القاهرة، ولا في العياط، في القرى، في قرى العياط تلاقي الشاب ماشي بإيه؟ بشورت. هو ينفع؟ لا ما ينفعش. مش دي عورة؟ أليست هذه عورة؟ نعم. استر عورتك حفظك الله. لا يجوز. يجي ماشي إن كان يصلي، هذا الشاب وإن كان يصلي يجي ماشي العشاء، العصر، الفجر، أي أذان يؤذن، يلا ندخل يصلي، يقول لك لابس شورت. صح؟ فنعمل إيه؟ يبقى عملنا ذنبين. الأول كشفنا العورة، فإيه اللي يحصل؟ حرام. تاني حاجة تترتب عليها في وقت الصلاة، مش هعرف أصلي أصل العورة مكشوفة. يجي يلبس قميص قصير على الآخر، ويجي وقت الصلاة يصلي ظهره يبان أو مؤخرته تبان. تقول له ما ينفعش هذه العورة، يقول لك ما هي بتبان بقى عشان قصير. حضرتك اسمك إيه؟ اسمي علي، يعني مسلم الحمد لله، تصلي الحمد لله. أنت عارف إن القميص ده قصير؟ عارف إنه هيبان في الصلاة؟ تلبسه ليه؟ تلبسه ليه؟ لا، البس ما يسترك. قلنا في خطبة الصلاة كشف العورة إذا كان بالخطأ بالنسيان لأي شيء نسترها ونكمل صلاة. إنما أنا داخل عارف إن هذا القميص قصير، أو عارف إن الشورت اللي هو طويل شوية ده بيكشف العورة، لا أصلي وأقعد طول ما أنا بصلي أنزل فيه سواء كان شورت أو قميص أو كذا. هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ لما نسمع عن الخشوع في الصلاة يقول لك خشوع الجوارح، يعني ما ينفعش طول ما انت واقف تهرش وتمسك ودنك بتعمل في مناخيرك ودي حاجات بتيجي ايه؟ اضطرارية.
بنحس إن في هرشة هنا ولا في مش عارف إيه ولا. طب الشرطة هذا اضطراري؟ يعني وأنت نازل حد يمسك لك مسدس ويقول لك هتنزل بشرطة النهاردة، ولا أنت اللي نزلت اختياري؟ يا عم ما هو طويل بيجي قريب من الركبة، وفي مذهب قال لك إذا أنت تعرف المذاهب؟ طب ما تمشي على المذاهب. المذاهب لما تكلموا في هذا الأمر تكلموا في أوقات الضرورة، يعني الركبة دي من العورة أو كذا أو كذا، وتقعد تعمل لنا فيها العالم العلامة الفاهم الفهامة. يبقى أنت فاهم إن هذا الأمر للضرورة، للفقير اللي ما عندوش لبس، للي تصادف إنه هدومه اتقطعت، للي كذا وكذا وكذا. إنما اللي نازل من بيته لبسه موجود، عنده كذا وكذا وكذا، ما ينفعش تقعد تعمل كده. فاللبس نعمة من نعم الله علينا، يجب أن نسيرها فيما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. ما احنا جينا ليه؟ ما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تعبد الله وأنت بملابس قصيرة؟ ما الصلاة لا تجوز. وكذلك هذا كشف للعورة. هو سؤال بقى، طب ما أنا راجل، صح؟ أنا راجل، طب الدين مش عارف إن أنت راجل؟ يعني أنت ترى بعقلك اللوزعي أنك أفهم من الله تعالى؟ حاشا لله. يعني أنت تعرف أكثر من الله سبحانه وتعالى، تعلم أكثر من الله. يقول لك أصل أنا راجل عادي. طب ما هو الدين عارف أن أنت راجل، وقال لك هذه عورتك التي تسترها. هل لما قال لك الدين أنك تستر عورتك كان لا يعلم أنك رجل، أم أن الدين أخطأ؟ حاشانا أن نقول هذا. يقول لك أنا راجل أفعل وأفعل، لا ده كلام بيني وبينك مالناش دعوة بيه. أما بمقياس الدين، أما بميزان الدين، فهذا لا يجوز. أصلا أنا راجل فألبس عادي وأمشي بشورت وألبس كذا وكذا عادي، هذا ليس بعادي، وهذا ليس بإسلامي، وهذا ليس بما يرضي الله تعالى. ولكن المسلم الحق المؤمن الحق يتبع الله تعالى فيما يقول بدون بدون فلسفة. أصلا أنا راجل، أصلا أنا فاهم، أصلا أنا عارف، فهعمل همشي بشورت وهفعل. أصلا أنا راجل ما بتكسفش. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في قصة سيدنا آدم، هو وزوجته لما أكل من الشجرة، يقول الله تعالى وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. يقصفان عليهما، يعني هما الاثنين بيعملوا بيشوفوا أي ورق يغطوا بيه نفسهم. هو سيدنا آدم ما وقفش يقول أنا راجل ليه زي الجامد قوي اللي بيقول ده، صح؟ ما وقفش يقول أنا رجل، صح؟ سمعت أحد الصحابة يكشف عورته ويقف يقول أنا رجل؟ أأنت أرجل منهم؟ سمعت أحد الأنبياء يفعل ذلك؟ كلا والله. إذن التزم بما قاله الله تعالى ولا تحدث في الكلام. أصل هم كبروني من صغري إن أنا راجل بعمل أي حاجة، هم كبروك براحتهم. هكذا ينبتونك في النار والعياذ بالله. الذي يقولونه لك هذا كأنهم يزرعونك في النار وينبتونك فيها، نعوذ بالله تعالى من النار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى رأسهم بني البشر الشفيع المشفع في أرض المحشر. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى لما جاء يصف لنا الجنة كان من وصف الجنة في القرآن أن قال الله تعالى وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. من نعم الجنة أنه لا تعرى في هذه الجنة. الإسلام دين فيه حياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان. إذن هذه الأشياء تجعلنا ماذا نفعل؟ نلبس كما نحب أن يرانا الله.
تلبسش على مزاجك، تلبس كما تحب أن يراك الله، تلبس كما تحب أنه لو كان النبي موجودا أن يراك على هذه الهيئة. وهذا الكلام كما قلنا للرجال فهو للنساء، وكما نتكلم دائما فهذا الأمر يكون فيه تشديد على النساء فقط، والأمر ليس كذلك، الأمر للرجال وللنساء. دائما التبرج، اللبس، العفة، كذا وكذا للنساء. طب الرجال لا، دول رجالة. لا، الدين لم يقل هذا. الدين قال لك، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الآية التي تليها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ليه؟ لأن في رجال متبرجين، في تبرج في الرجال. أصبح اليوم يمشي بالشورت ويمشي بالتيشيرت لازق. ليه؟ عشان أبين جسمي وعضلاتي المفتولة، صح؟ وسلاسل وشعور طالت حتى أصبحت بقى وسلاسل وحظاظات وأشياء لم نسمع بها من قبل. أشياء لو جبنا واحد من 50 سنة يقول لك ده راجل، هذا رجل إزاي؟ وهذا ليس من الدين. الرجل في هذه الأيام تجده يلبس ملابس النساء، يضع زينة النساء. اعلم أنك ملعون، اعلم أنك ملعون قولا واحدا. وكلنا نعرف لعن الله تعالى المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله تعالى المتشبهات من الرجال بالنساء. تجد البنت ماشية لابسة بنطلون رجالي في الهيئة، تقول لك الراجل زي الست. كلا والله ما كان الرجل كالمرأة أبدا، هذا ليس من الدين. الرجل أصبح يلبس، والله نراه في مجتمعاتنا، ولا نقول في البلاد التي ابتعدت عن الدين، ولا في البلاد الكافرة، ولا في البلاد الماجنة، وإنما في بلادنا اللي هي في البلاد التي نسميها أرياف، اللي فيها نخوة ورجولة. تجد الرجل سلاسل وحظاظات وملابس ضيقة، وربما منهم من يضع المكياج. ماذا تركت لامرأتك؟ يعني أنت ماذا تركت لزوجتك؟ ماذا تركت لأختك؟ ماذا تركت لبنتك؟ يا أيها الرجل، تخن صوتك وتقول أنا راجل، صح؟ السلسلة دي مش بتاعت الرجالة، حظاظة دي مش بتاعت الرجالة. اللبس اللي أنت لابسه ده ليس لبس رجال، فللرجال أيضا عفة وللرجال احتشام. لذلك قال الله تعالى للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أما النساء فأمرهن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقوله ونؤكد عليه لأنه أصبح في المسلمين كثير من الديايثة. أصبح كل منا إلا من رحم ربي، وهم كثير إلا من رحم ربي، ديوث، بنته وزوجته وكذا وكذا، ويقول لك تعيش سنها، تلبس زي بنت فلان وبنت علان وكذا وكذا. هذا الذي تلبسه ابنتك أو زوجتك أو كل من تحت إمرتك، هذا تعذب به في النار، هي وأنت تعذب به في النار. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني بنتك مش حرة تلبس اللي هي عايزاه، لا، طالما أنها تحت إمرتك، طالما أنها تحت ولايتك، فأنت مسؤول عنها، تحاسب عن لبسها وعن أخلاقها وعن كلامها وعن كل ما يصدر منها كأنك أنت من فعل. فاتق الله في نفسك أولا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم الآن يكلم النساء يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما. صلوا على رسول الله. صنفان، 2 من أهل النار لم أرهما. ويقول في الثانية: ونساء كاسيات، كلنا نعرفه، كاسيات يعني لابسين، عاريات أعزكم الله، هم لابسين. هو ده يسمى لبس، إنما هو لبس هذا عري من بناطيل وجيب وكذا 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 إلى آخره. المرأة تمشي كأنها بلا ملابس. هل هناك رجل في هذا البيت؟ كلا والله، كلا، هذا ليس برجل، ولكن الرجل يغار
الرجل المسلم المؤمن حق الإيمان يغار على عرضه، ونساء كاسيات في الظاهر أنهن لابسين هدوم، عاريات. الحقيقة أن هذه الملابس هي عري وليست كسوة. مميلات دي بقى تقرأ في تفسيرها اللي يقول لك مميلات قلوب الرجال، ما هو الواحد لما يشوفها كده إيه قلبه يميل. واللي يقول لك مميلات في مشيتهن، تمشي إيه تتمخطر، تمشي إيه تعرض جسدها. مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. الواحدة فيهم إيه تحاول إن هي تبين نفسها قدر الإمكان تطول. وفي رواية أخرى أو في معنى آخر يقول لك يعني الواحدة منهم تنظر مش تستحي، لا تبص في عينك عادي، بتبص لي وأنا بصالك عادي. قوة، هذه قوة؟ والله كلا، والله هذا ابتعاد عن الدين. كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. صلوا على رسول الله. قولا واحدا، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. صلوا على رسول الله. أين الرجال؟ أين الرجال لنرى في بلادنا ما نرى؟ أين الرجال؟ الحجاب فريضة، الحجاب فريضة، والحجاب ليس غطاء الرأس. وحدوا الله. كله فاكر إنه إيه؟ لا ده أنا بنتي لابسة حتة طرحة. شوف بقى، صح؟ أنا بنتي محجبة. تيجي واحدة ماشية في الشارع متبرجة يقول لك شايف المحجبات لابسين إزاي؟ هذا ليس حجاب. الحجاب ليس غطاء الرأس، الحجاب للجسد بالكامل. الحجاب للجسد بالكامل. النبي الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل للنساء قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي الآية الأخرى الخمار ده إيه؟ ما يستر الرأس وإيه؟ والصدر. طب الجلباب بقى إيه؟ يجي سيدنا عبد الله بن عباس وكثير من المفسرين وخش اقرا وشوف اعرف دينك، يقول لك ايه؟ الجلباب ده اللي فوق الخمار، يعني هي لابسه خمار، لا في طبقه تاني. الامام محمد بن سيرين بيسال احد الائمه عن هذه الايه، يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، بيساله يعني ايه؟ فالراجل غطى راسه ووجهه ولم يظهر الا عينه اليسرى. وحدوا الله. هذا هو الحجاب، غطاء للجسد، غطاء للجسد بالكامل. فالمرأة مصانة، المرأة كريمة، المرأة جوهرة، لا تعرض لكل من يمشي في الشارع، وإنما عرضت لأنه ليس في بيتها رجل. ما عرضت النساء إلا لأن البيوت خلت من الرجال. وحدوا الله. واعلم أيها الرجل، اعلم يا من تفعل ذلك أنك مسؤول عن ماذا؟ مسؤول عن نفسك أولا. أنت تسأل عن نفسك وتسأل عن أفعالك وتسأل عن لبسك وتسأل عن الشرط وكذا وكذا اللي قلناه في البداية، وكذلك تسأل عن زوجتك وتأخذ الذنب كأنك أنت من فعل، لا ينقص ذلك من وزرها شيئا، لا ينقص ذلك من وزرها شيئا. يعني ايه؟ يعني برضه بايه تنازلا كده، نفترض ان هذا الذنب ب100 سيئة، هذا افتراض. هي تأخذ 100 وأنت تأخذ 100 كأنك فعلت الذنب، كأنك فعلت الذنب. فهذه الملابس التي هي من نعم الله علينا لها ضوابط. هذه الملابس، وهذا أيضا ربما يكون للرجال والنساء، لا يجب أن تصف، ما ينفعش تعرف تقسيم الجسم من لبسي، وهذا للنساء أكثر. تقول لك أنا لابسة إيه؟ لابسة لبس بس إيه؟ بس جسمها موصوف منه. هذا ليس من الدين، لا يصف ولا يشف. تلاقيها لابسة حاجة مبينة دراعها، الهدوم جاية لحد هنا، بس ده كله باين ليه؟ لأنه شفاف شوية وخفيف. هذا لا يجوز في حق المرأة ولا في حق الرجل. أصله بيلبس إيه؟ بيلبس عباية خفيفة شوية، فإيه اللي بيحصل؟ بنبقى شايفين تحت الهدوم الداخلية وباقي الجسد. طب نيجي نكلمه، يا عم أنا راجل، صح؟ هذا ليس من الدين، هذا أيضا ليس من الدين. هذا الأمر للرجال وللنساء.
لما نشوف الممثل الفلاني ولا المطرب الفلاني لابس حاجة شفافة نتغاظ، وادي الرجالة وكذا وكذا. ولو ركزت شوية هتلاقي في بلادنا بيمشي بعباية خفيفة شايفين اللي تحتها. فرق ايه بقى؟ يعني فرق ايه؟ فرقش حاجة. الفرق أن الآخر والله تعالى أعلم بحالهم فاسق، ونراه مع نساء ومع خمور وكذا وكذا، فهذا فاسق نعرفه. أما أنت فماذا؟ لا أنا راجل، كلا، لا يصف لا يشف ولا يكشف. أصلي أنا كست بعمل الهدوم لحد نص الدراع كده، ليه؟ أصلها الموضة، هذا ليس من الدين. وأنا كراجل لا، أنا هطلع في البلكونة بالحمالات وبكذا، أنا في بيتي، خد بالك أنا في بيتي. طب لو طلعت ومراتك بتعمل مصلحة في البلكونة ولقيت جارك واقف قصادها كده، ماذا تفعل؟ تبقى مصيبة. طب ما هو في بيته، أنت مالك؟ لا بس الأمر عليا، إنما هو ليا أقول أنا راجل وألبس براحتي، ما ينفعش. هذا ليس من الدين. هذه اللباس، هذه الأمتعة، هذه الهدوم التي علينا جميعا، التي تقينا حر البرد والتي تقينا حر الشمس وتقينا من البرد، هذه نعمة من الله، لها شكرها أولا ولها مظاهرها ثانيا. لا نلبس كل ما يأتي فيه رؤوسنا، أصلا عايز ألبس كذا فألبس، أصلا عايز أعمل كذا فأعمل. إنما وجدنا للدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فللرجل كن رجل والبس كما يلبس الرجال ولا تتشبه بالنساء ولا تتبرج، وللمرأة كوني مرأة والبسي كما تلبس النساء ولا تتبرجي، فهذا مسؤول عن تبرجه وهذه مسؤولة عن تبرجها. للرجال أيضا تبرج، فاحفظ نفسك واعلم أن هذا التبرج الذي يفعله الرجال فيه ذنب كذنب تبرج النساء. ولهذا قال لنا الله تعالى في كتابه الكريم محدثا الرجال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم حدث النساء وقال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا ما نريد أن نقوله في سبيل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، في أمر أصبح الناس كل يقول فيه أنا أفعل ما أريد ومحدش ليه دعوة، ولكن نقول لكي ننبه، لكي نلزم بالحجة. ما يجيش واحد يقول أنا ما أعرفش. أنت عرفت أن الرجل له تبرج وهو حرام، وعرفت أن المرأة لها تبرج وكلاهما حرام. سيدنا آدم وزوجته لما أكل من الشجرة قال الله عنهما: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولم يقل عن زوجته فقط أنها من طفقت تخصف على نفسها من ورق الجنة. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا شابا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم قنا حر يوم القيامة، اللهم قنا بأس يوم القيامة، اللهم قنا هول يوم القيامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واجعل يا رب آخر أعمالنا من الدنيا الصلاة، وآخر قولنا منها لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر.